في خطوة مفاجئة جاءت قبل أيام قليلة من المهلة الممنوحة للسراج من قبل البرلمان لتقديم تشكيلة جديدة لحكومة الوفاق الوطنية، قام رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج بزيارة إلى شرق البلاد، حيث التقى بخليفة حفتر في اجتماع وصف بالسرية لمناقشة أدوار القيادة العليا للجيش في الحكومة الجديدة. الزيارة أثارت انقساما بين أعضاء المجلس الرئاسي كون اللقاء تم دون أخذ رأي الأعضاء، كما حدثت مشادات كلامية وحالة غضب سادت بين أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة التوافق الوطنية بعد زيارة السراج ولقائه حفتر شرق البلاد، ما دفع باثنين من نواب الرئيس هما أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان إلى استيائهما من الزيارة، وكان ينويان تعليق عضويتهما احتجاجا عليها. تداعيات تلك الزيارة علق عليها المكتب الإعلامي لحكومة السراج في بيان نشر اليوم بالقول إن رئيس الحكومة المكلف التقى في مدينة المرج بحفتر لمناقشة عديد القضايا، وكشف البيان أن الزيارة المفاجئة تأتي ضمن سلسلة زيارات يستمع فيها السراج لرؤى ومخاوف وهواجس كافة الأطراف المؤثرة في الأزمة. كما جاء في البيان أن السراج يعمل على إعداد مقترح واقعي يقدم للمجلس الرئاسي لاستصدار ما يتم الاتفاق عليه من قرارات مستندة على الواقع المعاش، وهو ما تقتضيه ضرورات التوافق التي بنيت على أساسه فكرة تشكيل الحكومة. من جانبه وصف أحمد معيتيق نائب رئيس حكومة التوافق الوطني لقاء السراج بحفتر بأنها شخصية ولا تعبر عن وجهة نظر المجلس مجتمعا، وأضاف أن مثل هذه الزيارات يجدر بها أن تناقش مسبقا بالمجلس الرئاسي في إطار زيارة جميع أطراف النزاع الليبي ضمن خطوات التوافق. أحمد معيتيق اعتبر أن حكومة التوافق نافذة منذ توقيع اتفاق الصخيرات، وهو كوحدة واحدة ملزم ولا يمكن إلغاء أو تجميد أي مادة من مواده، بالتالي فإن المجلس الرئاسي غير معني بإلغاء المادة 8 من الاتفاق السياسي من قبل المجلس النيابي بطبرق. تأتي هذه الخطوة المثيرة للجدل، سيما وأن المؤتمر الوطني بطرابلس اشترط للقبول الاتفاق السياسي استبعاد خليفة حفتر من الواجهة العسكرية الجديدة، وتحمله في المقابل مسؤولية مقتل المئات في المعارك الدائرة في بنغازي منذ ماي 14 و2000.